تالت بيت هنحكي عنه النهاردة هو قصر دراكشورن في الدنمارك. القصر ده معروف عنه إنه من أقدم القصور الأوروبية، كان بيستخدم زمان كحصن وبعدها اتحول لسجن، ودلوقتي بقى فندق كبير لكن جواه أكتر من 100 شبح. لكن الناس اللي دخلته بيقولوا إنه مشهور ب3 أشباح لحد النهاردة بيلفوا في طرقاته. أول شبح هو شبح راجل مربوط بسلاسل اسمه إيرل بوسويل اللي اتسجن فيه لحد ما مات. إيرل كان جوز الملكة ماري ستيوارت ملكة اسكتلندا، اتسجن في القصر ده في القرن ال16 بعد ما اتهموه بالتآمر، واتحبس في زنزانة صغيرة لحد ما مات هناك. الناس بتشوف شبحه أحيانا بيتمشى حوالين الأبراج لابس هدوم سجن ووشه باين عليه التعب ومربوط بسلاسل. تاني شبح الناس بتشوفه هو شبح واحدة ست لابسة أبيض، بيقولوا إنها كانت بنت نبيل من عيلة كبيرة وعاشوا في القصر ده، لكنها وقعت في حب خادم كان شغال عندهم وفضلت تقابله في السر، ولما عرف أبوها اتجنن من الغضب وحبسها وهي حية جوه جدار من جدران القصر. وبعد قرون وأثناء ما القصر كان بيترمم، العمال لقوا هيكل عظم البنت كانت لابسة فستان أبيض ومدفونة في الحيطة، ومن وقتها بيتقال إن شبحها بيمشي في الممرات وشها حزين وعينيها بتدور على حبيبها. والشبح التالت في القصر ده شبح السيدة الرمادية، بيتقال إنها قصة ألطف شوية من اللي فاتوا. كانت خادمة في القصر ده وكانت طيبة وبتساعد كل الناس، وبعد ما ماتت الناس بيقولوا إنها فضلت موجودة على شكل شبح رمادي، مش عشان تخوف لكن عشان تفضل تساعد. وفي بعض زوار القصر حلفوا إنهم شافوها وهي بتمشي في الطرقة، وكانوا بيحسوا أحيانا بإيد باردة بتسندهم لو وقعوا.